السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. النهاردة بقى كده هنعمل ايه؟ هنجهز معاكم حاجات للفطار، بس مش الفطار كله، يعني حاجات بسيطة كده من ضمن الفطار او الفطار بعد ما جهز. عموما هنا بقى الشيبسي. تمام، انا بحب اعمل شيبسي فانا اللي عملت. هنا المية دي كان فيها ملح وخل. تمام، سبتها فيها حوالي ساعة يعني، وبعدين صفيته من المية وهنسخن الزيت ونقلي فيه. ما تنسوش بقى وانتوا بتتفرجوا على الفيديو تعملوا لايك للفيديو، ولو القناة عجبتكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلك استشعار بكل فيديوهات جديدة. صح، انزلوا تحت في التعليقات الاول، صلوا على النبي ورجعوا كملوا الفيديو الاخر عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بقى كان الزيت سايباه بيسخن وكده. تمام، هنا بقى كنت بنضيف زيت تاني يعني. وبعد الزيت ما سخن بقى بدأت انزل بالشيبس. بص اللي هو انزلها واجري. الزيت والزيت جه على ايدي وكده وبس، يعني الحمد لله. عادي، مغامرات في المطبخ مفيش اي مشكله. ده انا مش بنزلها، ده انا بحذفها وبجري. تمام. هو الشيبسي مش بياخد وقت في الزيت وكده. هنا كده كنت حطيت كله وبدأت اقلبه علشان ما ياخدش جنب من مكان واحد، وفي نفس الوقت هتلاقي واحدة اخدت لون والباقي لأ، فايدك فيه في التقليب وكده. تمام بالشكل ده. قولولي بقى هتفطروا ايه النهارده؟ هو انا الفيديو ده كنت مصوراه امتى مش فاكره، بس هو انا هنزله متاخر يعني عموما. تمام، هنا كده خلاص هنطلعها. تمام، انا بحب اعمل الشيبس في البيت لان مهما عملتيه في البيت عمره ما هيكون زي بره. صحي وعارفه فيه ايه. ممكن كمان تجيبي التوابل باي طعم، طعم الفراخ، طعم الشطه، اي طعم انت عايزاه من عند العطار. هنا هو لونه مش احمر قوي كده، بس ده علشان الاضاءه. تمام، فهي مبينه لونه احمر قوي. هنا برضو بقى بنكمل اللي معايا يعني، وصحي وانتي اللي عاملاه وفي نفس الوقت يعني تقريبا الكمية اللي انا طلعتها في الاول دي مش هتكون في الكيس ابو 5 جنيه. فاهمني؟ هنا بقى كده كده كنت خلصت الشيبسي. تمام، وبصراحة كنت شكله عجبني فكنت هنسى وهاكل كمان يعني. ولو هنا بقى هنعمل بابا غنوج البتنجان. تمام، وهنعصر عليه الليمونة وبالشوكة. تمام، ما تنسوش بقى تقولي لي رايكم في الفيديو. مستنيه كل تعليقاتكم الجميله. هنا كده بالشوكه، وبعدين انا حطيته في الخلاط وحطيت عليه ممكن معلقه زبادي او معلقه لبن رايب. تمام بالشكل ده. هو كان لسه سخن يعني، انا حطيته في الخلاط وهو كان لسه سخن، فانا وقفت التصوير ونسيت ان انا اصور، فمش مشكله عادي. ده هنا كده كان بعد ما ضربته في الخلاط. طبعا لسه باقي تاني، هتحطيه في علبه وهتشيليه في التلاجة. ممكن تطلعي منه على السحور وممكن تحطي منه على الفطار كل يوم. تمام، هنا بقى كزبره وده نعناع. هنا بقى كده لما كنا خلاص رصينا وجهزنا كل حاجه، ما كانش فاضل وقت على الفطار يعني، كان فاضل حاجات بسيطه وكده. تمام، ودي طحينة، وهنا العصير. في اليوم ده بقى كنا عاملين سمك، هتلاقوه في اخر الفيديو. كل سنة وانتم طيبين يعني، بجد كل حاجة في شهر رمضان بيبقى لها ريحة كده يعني. حتى السلطة اللي هي في الايام العادية محدش فينا بياكلها، لا كلنا حابينها وبناكلها، كل حاجة بتتاكل. هنا بقى كده البلح وعليه المشمش والتين والقراصية وكل ده وبشر وزبيب كمان. تمام، وممكن تقطعي عليه فاكهة، ممكن تقطعي عليه تفاح بيبقى حلو برضو. تمام، هنا كده هتنزلي البلح الاول وتوزعيه في الكوبايات، وبعدين تبدأي انك تصبي العصير علشان تعرفي يعني انك تعمليها وكده. مين بقى بيحبه ومين لأ؟ في ناس مش بتحبه، وفي ناس بتحب تفطر بتمر هندي، وفي ناس صوبيا، وفي ناس عرق سوس. انا مش عارفه هم بيشربوه ازاي، بس هم يعني اكيد بيحبوه.
هنا كده بقى وهنصب العصير. بصراحة يعني هو الفطار من غير البلح وكده لا بيبقى ناقصه حاجة، لازم البلح. بيبقى فيه عصير تاني طبعا، مش بيبقى البلح بس. ممكن تعملي عصير تمر هندي، ممكن تعملي عصير صوبيا، ممكن فراولة، ممكن برتقان، مانجا، اي عصير ممكن تعمليه عادي. بس طبعا ده دي حاجة اساسية كده لازم تنعمل على الفطار. تمام. وده هنا بقى السمك بعد ما كان يتشوى. قلتلكوا هنوريكم الاكل كده بعد ما استوى، مش واحنا بنعمله. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، و تقولي